عمرك قعدت مع ناس كتير في فرح وشربت وأكلت معاهم وكنت مبسوط؟ بعد ما سبتهم ومشيت بتبص وراك ما لقيتش الفرح ده. كل المطلوب منك دلوقتي انك تجيب سماعتك الجميلة وتقعد في مكان هادي وتقفل النور، علشان احنا النهاردة هنفتح باب الغرفة 13 ونتعرف على أسرار ما وراء الطبيعة، ومنها قصة النهاردة. توصلوا هناك هتلاقوني. امشوا انتوا بس على رجليكم، المسافة دي هي مش بعيدة قوي. رحنا احنا التلاتة في طريقنا لمكان الخدمة، وفضلنا ماشيين وقت طويل قوي في الصحراء. ما كانش فيه أي مصدر لوجود حياة، ولا مية ولا أكل ولا كهرباء، بس كنا مستمرين في المشي على أمل إننا نوصل. وإحنا وماشيين لقينا من بعيد زي عظم مرمي على الأرض. في الأول افتكرناه حيوان ميت ومتحلل، بس لما قربنا كانت الصدمة. كان جسم بني آدم متحلل، كان عبارة عن هيكل عظمي، بس كل حتة فيه بعيدة عن التاني، حتى الجمجمة بعيدة عن الجسم نفسه. اتفزعنا ساعتها واستغربنا وفضلنا نسأل نفسنا، طب لو هو كان تايه زي حالتنا ومات واتحلل، ايه اللي فصل عظمه عن بعضه كده؟ ده حتى لو حيوان أكل جسمه صعب انه يكسر عظم الإنسان كده. مركزناش كتير وسبناه وكملنا طريقنا، بس مفيش دقايق ولقينا الدنيا بدأت تضلم علينا. طبعا كنا مكملين مشي في الضلمة ومعناش حتى كشاف، بس ستر ربنا إن كان القمر بدر فكنا ماشيين على نوره. وأخيرا لقينا مكان نقعد نخيم فيه، كان قريب من هضبة صغيرة. قعدنا حوالين بعضنا وولعنا شوية خشب كانوا معانا، ومفيش شوية ولقيت الاتنين اللي كانوا معايا ناموا، بس أنا ما قدرتش أنام. كنت حاسس إن قلبي مقبوض، أو في حاجة مش طبيعية في المكان ده. فضلت ماسك نفسي شوية إني منامش، لكن للأسف النوم غلبني ونمت. بس بعدها بشوية صحيت على صوت رجل بتتحرك حركة مش عادية. دي بتتحرك كأنها بتدب جامد على الأرض. رفعت سلاحي بسرعة وجهزته وصحيت زمايلي وفضلنا نبص حوالينا كويس. لكن المشكلة إن لما صحيوا الصوت اختفى، كأن الصوت كان ليا أنا بس. لكن مفيش ثواني والصوت رجع تاني، كأن الحاجة دي جريت بسرعة في اتجاه معين. فجأة لمحنا زي خيال اسود عملاق قوي بيجري في الصحراء. معرفش ليه فضلنا ساعتها خلانا نجري ورا الخيال ده، لكن فضلنا نجري كتير لحد ما لقينا قرية صغيرة بتقرب مننا فيها أنوار كتير. فرحنا ساعتها وقلنا أخيرا لقينا مكان ناكل ونشرب فيه. فضلنا ماشيين لحد ما وصلنا القرية. كانت عبارة عن
كان بيت بالطوب اللبني القديم. دخلنا جوه حواري القرية، لكن ما كناش لاقيين أي حد. انتوا مين؟ فجأة سمعنا الصوت جاي من ورانا. بصينا لقيناه راجل عجوز بدقن بيضة، وشه شكله غريب، كأن باين عليه ملامح الحزن. فقلنا له احنا تايهين بقالنا كتير هنا ولقينا المكان ده. وقبل ما اكمل لقيته بيقول لي: تعالوا انا اعزمكم على فرح بنتي، القرية كلها هناك، بس الاول تعالوا غيروا لبسكم ده في البيت. رحنا بيت الراجل ولبسنا اللبس على اللبس الميري، وفضلنا ماشيين وراه لحد ما لقينا الفرح. الفرح كان كبير بشكل غريب، كان فيه ناس كتير وحصنة وجمال وضرب نار. قعدنا وغنينا واتبسطنا. بس الغريب في الفرح إن ما كانش فيه شيخ علشان كتب الكتاب. قلنا يمكن الشيخ مشي بدري ولا حاجة. فضلنا قاعدين لحد آخر الوقت، بس قررنا نمشي لأننا متأخرين عن مكان الخدمة. سألنا الراجل، قلنا له عن تفاصيل المكان وقال لنا نمشي من اتجاه معين. سلمنا عليه وعلى شوية ناس قعدنا معاهم وقررنا إننا نمشي. فضلنا ماشيين فترة في الصحراء، وإحنا لسه سامعين صوت الفرح يبعد شوية شوية، وكل ما نبص بنلاقي الأنوار موجودة لسه. بس مرة واحدة لقينا الصوت اختفى. أيوة، اختفى مرة واحدة. مش بسبب إننا بنبعد عن المكان، لأ، ده اختفى كأنها أغنية وقفتها مرة واحدة وانت بتسمعها. بصينا ورا، لكن ما لقيناش لا أنوار ولا فرح ولا أي حاجة. إيه اللي بيحصل ده؟ طب دول كانوا مين؟ جن وعفاريت؟ من الصدمة طلعنا نجري في الاتجاه اللي قالنا عليه الراجل، ومن كتر من عقلنا واقف عن التفكير ما فكرناش حتى إن اللي قالنا على الاتجاه ده كان واحد منهم أصلا. لكن فضلنا نجري وخلاص. بس وأنا بجري ما لقيتش حد بيجري معايا. زمايلي اختفوا مرة واحدة. ببص يمين وشمال لكن مش لاقي حد. زمايلي اختفوا زي ما الفرح اختفى بالظبط. بقيت في حالة صدمة، عقلي وقف تماما عن التفكير. غمضت عيني وفضلت أقول آيات في سري وأدعي ربنا. بس فجأة سمعت صوت غريب، صوت عامل زي حد بيطلع في الروح. جسمي اتخشب ونبضات قلبي زادت. بصيت ورايا لمحت زي واحدة بتزحف على الأرض. كان لون بشرتها بيضة بطريقة غريبة قوي، وعمالة تزحف زي التعبان ناحيتي. بصالي وعينيها سودة وكبيرة، وأنا واقف وبصص لها وعمالة ترعش جامد. وفجأة سرعتها زادت قوي، ولقيتها نطت عليا وقعتني على الأرض. فقدت الوعي. صحيت، كان النهار بدأ يطلع وأنا لسه في مكاني وتايه، ولا عارف أنا فين ولا زمايلي فين. فقت شوية وأنا جسمي همدان من الإرهاق. فضلت مكمل طريقي في نفس الاتجاه اللي قالنا عليه الراجل. وأنا وماشي لمحت من بعيد راجل قاعد على ركبته كأنه بيسجد أو بيصلي، وكان مديني ظهره. فقربت منه واحدة واحدة وأنا ماسك السلاح وموجهه ناحيته. قلت له: أنت كويس؟ لقيته بيقول لي: تقدر تساعدني يا مجدي؟ اتصدمت إنه عرف اسمي، ومعرفش عرفه إزاي.
بس لقيت نفسي بكل تلقائية بدل ما أسأله أنت عرفت اسمي إزاي، لقيت نفسي بقول له أيوة أكيد، محتاج إيه؟ قال لي في 2 ميتين في القرية بتاعتي ومحتاج أدفنهم، وأنا لوحدي، محدش موجود في القرية غيري. فجأة قام وبدأ يمشي وكان بيعرج، فقلت أمسك إيده أسنده، بس لما مسكت إيده لقيتها ساقعة زي التلج بالظبط، مع إن الجو كان حر والشمس بتحرق الجسم. لكن فضلنا ماشيين لحد ما قربنا من قرية، ولقيتها هي نفس القرية اللي رحناها امبارح. دخلنا بيت فيها من دور واحد، وفضل ماشي لحد ما وصل لحتة كان فيها سجادة، وأول ما كشفها لقيت فعلا الاتنين اللي كان بيقول عليهم. رحت علشان أشيل معاه لكن اتصدمت، اتصدمت من اللي شفته، لأن الاتنين كانوا زمايلي. أيوة، زمايلي اللي معايا في الخدمة. اتخضيت ورجعت لورا، ولسه ببص ورايا علشان أقول له أنت عملت فيهم إيه، لكن ما لقيتهوش. ولقيت البنت اللي طلعت لي في الصحراء، والمرة دي كان بقها مليان دم بطريقة بشعة. قالت لي انتوا جيتوا المكان الملعون ده برجليكوا، ومحدش فيكم هيخرج غير لما تكملوا الفرح وحد منكم يتجوز العروسة، وصحابك رفضوا، فكان ده مصيرهم. كتر الخوف لقيت نفسي بقول لها حاضر هتجوزها. حضرت الفرح وفعلا كان هو نفس الفرح، بنفس المعازيم اللي كانت فيه، حتى الراجل اللي قابلناه. بعد ما الفرح ما خلص رجعت البيت علشان اشوف زمايلي، لكن ما لقيتهمش. حتى العروسة اللي دخلت معايا اختفت. فضلت قاعد في البيت وانا مذهول من اللي حصل لي، لحد ما قررت اخرج علشان احاول ارجع الكتيبة تاني. وبعد ما خرجت وفضلت ماشي قابلت راجل كان معاه جمال كتير. قال لي انت بتعمل ايه يا ابني في الحتة المقطوعة دي؟ قلت له انا تايه بقالي اكتر من 3 ايام، زمايلي ماتوا ومش عارف ارجع الكتيبة تاني. قال لي انت رحت القرية اياها؟ قلت له انت عارفها؟ قال لي يا ابني القرية دي كلها كانت في فرح في سنة 42، بس للأسف دخلوا عليهم الجيوش الإيطالية وقت الحرب وقتلوهم كلهم، ومن ساعتها لو أي عسكري جيش بسلاح بيروح هناك بيقتلوه. تعالى يا ابني أوصلك للكتيبة بتاعتك، أنا عارف مكانها. وصلت الكتيبة وأنا مصدوم من اللي حصل، ولما وصلت لقيت القائد بيقول لي انت فين بقالك 3 ايام؟ زمايلك وصلوا النقطة هنا وانت لسه. ولحد دلوقتي معرفش مين اللي كانوا معايا، هل هم كانوا صحابي ولا لا، بس تجربتي في الجيش عمري ما هنساها، واكيد في غيري كتير مر بتجارب مرعبة في الجيش. بس كل اللي اعرفه اني قاعد بكتب قصتي انا ومراتي اللي اتجوزتها في الصحراء، وهي مبتسمة ليا وفرحانة. في الآخر حابب أوجه تحية خاصة لكل جندي وضابط ماسك سلاحه وبيحمي بلاده، وحابب أسمع تجاربهم في التعليقات. ما تنساش بقى لو الحلقة عجبتك تعمل لايك وشير علشان ننتشر أسرع، ومشاركة وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. شكرا على وقتك الجميل، أشوفكم في حلقة جديدة. سلام.